السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى هقولك ازاي تمشي بيتك ان شاء الله كده ب 600 جنيه في الأسبوع. طبعا فيها لحوم، فيها فطار، وفيها غدا، وفيها كل حاجة ان شاء الله بإذن الله. معانا كده بقى زي ما انتم شايفين. بس الأول قبل ما تيجي الفيديو بتاعنا، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشترك في القناة وضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة بنزلها، وما تنسوش اللايك عشان بيرفع الفيديو. اول حاجه هنبتدي بيها كده الخزين بتاع البيت. هنجيب الخزين، انا عامله لك الخزين كله حوالي 180 جنيه. هنجيب كيلو دقيق، طبعا الدقيق ده هيدخل معانا في المعجنات في الفطار وفي العشاء، فبينفعنا جدا. حاولي على قد ما تقدري ما تستغنيش عن كيلو دقيق في الاسبوع على اقل حاجه يعني. وهنجيب مكرونه، هنجيب 3 مكرونه. الدقيق ده عامل حوالي 19 جنيه. وهنجيب 3 مكرونه عاملين حوالي 30 جنيه. طبعا على حسب نوع المكرونه اللي هتجيبيه، لو جبتي سايبه هتبقى ارخص شويه. هنجيب برضو 2 كيلو رز بحوالي 24 جنيه. كيس عامل حوالي، او الكيلو عامل حوالي 21 او 22 جنيه. تمام. كده معانا 2 كيلو رز و2 كيلو و2 كيلو ونص مكرونه، او كيلو ونص مكرونه معلش. تمام. هنا ده حمص، اللي هو الحمص الشام. هتجيب مثلا ب10 جنيه حمص الشام. ده عشان لو عملتي مثلا كشري او عملتي سلطه الطحينه. وده ب10 جنيه فاصوليا بيضه. هتجيبي من كل حاجه من البقوليات دي ب10 جنيه. تمام. هتجيبي برضو ده عدس بجبة. عشان لو عملنا برضو ب10 جنيه كده، لو عملتي مثلا كشري مصري يوم يبقى معاكي العدس ومعاكي الرز ومعاكي المكرونة ومعاكي الايه، العدس بجبة والحمص الشام. تمام. برضو دي هنجيب واحدة مرقة. دي عاملة حوالي 10 جنيه. انا مش بستخدمها كتير بصراحة، بستخدمها في الملوخية والقلقاس بس. فبتفضل معايا مدة طويلة. انت ممكن تجيبي بقى ايه اللي هي الباكيتات الصغيرة لو انت عايزة. تمام. برضو معانا كيس ملح كده. ما ينفعش طبعا اكل من غير ملح، فمعانا كده كيس ملح. معانا طبعا هنا بهارات، هتجيب 5 جنيه من كل نوع بقى من البهارات اللي انت محتاجاها. برضو معانا كده ده بيكنج باودر. ده دي ب22 جنيه، فيها 100 جرام، بتقعد على فكرة معايا بالشهرين كمان حسب استخدامك. دي بتبقى اوفر كتير برضو من ايه، من انك تجيبي باكيتات الصغيرة. هتيجي بقى الاسبوع اللي وراه هتجيبي بدل البيكنج باودر ده هتجيبي خميرة. وهتجيبي معاها مع الخميرة مثلا ازازة خل. يبقى اسبوع كده واسبوع كده. نعرف ايه نمشي الدنيا كده باذن الله. معانا هنا برضو هنجيب ب10 جنيه فول، اللي هو فول التدميس. طبعا ده هيكفينا الاسبوع الربع ان شاء الله هيكفينا. احنا هنزود كميته بمعلقه رز ومعلقه عدس اصفر. وشويه فول مدشوش من اللي احنا هنعمل بيه الفلافل. شيلي حبه على جنب قبل ما تعملي الفلافل واعملي بيها الفول. يبقى كده معانا الفول والطعميه او الفلافل وايه. وهقول لكم برضو بقيه الفطار ايه. دي بقى الطعميه زي ما وريتها لكم كده. دي انا عاملاها كده ومحطاها في اكياس، حطاها في الفريزر. بحطها بطاطها كده بحيث ان هي ايه متاخدش وقت معايا في الفك، مسافه ما اطلعها تفك معايا بسرعه. هنجيب برطمان صلصه بقى كده معانا حوالي، يعني انا عامله لك ميزانيه ليه من 15 ل 16 جنيه. تمام. مش لازم تجيبي اللي انا جايباه ده، بس ده اللي كان موجود عندي فطلعته لكم عشان الميزانيه يعني. انت هتجيب بقى برطمان بحوالي 15 16 جنيه. بس تحاولي تجيبي اللون الصلصه بتاعته يبقى غامق، علشان خاطر ايه يبقى يعزز معاكي اللون بتاع الطماطم كويس. معانا هنا كمان هنجيب علبتين تونة. لو جبتي بقى المفتتة هتلاقي مثلا الواحدة عاملة 17 19 في الحدود دي. دي هتنفعك لو عملتي مثلا بيتزا هتعملي بيها، تعمليها بالتونة. ممكن تعملي مكرونة بالتونة، يبقى يوم كده هتاخدي كيس مكرونة تعمليه بالتونة. فبرضو يوم هتاخدي العلبتين وتحمري بطاطس وبدنجان وكده جنبهم يعني. فانت ايه زي ما انت عايزة. هنا برضو معانا طماطم كده. دي طماطم كانت عندي في الفريزر مصلصاها. لو عندك بقى انت الطماطم مش هتزودي كميه الطماطم اللي هتشتريها. لو انت عندك في الفريزر ما عندكيش، انا كاتبالك كيلو، كاتبالك ب20 جنيه طماطم بقى زي دول الحبه اللي عندي برضو فطلعتهم عشان اعمل لكم بس الفيديو بيهم. لكن انت هتجيبي مثلا كيلو من الطماطم. ومعاكي علبه صلصه كفايه. عندك الطماطم في الفريزر يبقى خير وبركه. ما عندكيش الكيلو ده تمشي بيه نفسك مع الصلصه ان شاء الله. ونحاول نعمل بقى مكرونه محمره، مكرونه بيضه كده بالزبده والفلفل الاسمر، بحيث ان احنا نوفر في الطماطم شويه. دي بقى كمية الطعمية او الفلافل زي ما قلت لكم كده. بتعملي بقى ايه ده من حوالي ربع والله. تعملي منه كمية حلوة يعني. ممكن تعملي مرة طعمية مرة فول، ممكن تعملي الاتنين وتخليهم في الفريزر تسحبي منهم على حسب ما انت عايزة. هنجيب كمان هنا معانا نكبلكم برضو في الميزانية ب20 جنيه بطاطس. جابوا بقى 2 كيلو، جابوا كيلو ونص، وجابوا كيلو وربع، هنكبلك ب20 جنيه بطاطس. البطاطس الايه يعني هي ب13، انا عندي جايباها ب13، فانت كيلو ونص هيبقى معاكي ايه يعني اقل من ال20 جنيه. تمام. معانا كده بطاطس مثلا. ومعانا برضو يوم تاني معانا اللوبيا الفاصوليا البيضة اللي معانا. معانا مكرونة وتونة.
فمعاكي كذا اكله تتعمل بقى ايه في الاسبوع. برضو هوريكم لسه معانا برضو اللحوم، هوريكم اللحوم اللي معانا عشان اقول لكم برضو على الاكلات كده للغدا. تمام، معانا هنا برضو هنجيب معانا البيض. معانا حوالي مثلا 10 بيضات ب45 جنيه، انا عامله لك 10 بيضات ب45 جنيه. دول حوالي اقل من 10 بيضات، بس دول اللي كانوا عندي فطلعتهم لكم برضو عشان الفيديو. تمام، هتجيبي برضو 45 جنيه بيض. ودي جبنه قريش، هتجيبي نص جبنه قريش، كاتبالك انا نص جبنه قريش ب35 جنيه. تمام، هتجيبيها كده تحطيها في علبه وتحطي عليها شطه وتحطي عليها ميه مغليه او ميه مفلتره يعني من الفلتر، وتحتفظي بيها في التلاجة. لو انت ولادك ما بياكلوهاش بقى كده حطيها في الخلاط وحطيها مع معلقه لبن بودر مع معلقه وش اللبن واضربيها كده تبقى معاكي جبنه كريم. دي بقى كده ايه، هنجيب برضو ربع جبنه بيضه. انا كاتبالي برضو في المنيو ربع جبنه بيضه كده معانا، دي حاجه الفطار. جبنه بيضه دي هتعمليها لايه، دول حوالي ب30 جنيه ربع الجبنه البيضه. تمام، اللي هي الناشفه دي. يبقى معانا الفول ومعانا الطعميه ومعانا البيض ومعانا الجبنه القريش والجبنه البيضه، ده كده للفطار. ممكن تجيبي برضو كاتبالك نص نوع فاكهه، هتجيبي اي نوع فاكهه هتعملي بيه برضو ايه مربى. هتجيبي نص ب10 ب15. البلح دلوقتي ب10 جنيه، لو جبتي لك كيلو بلح وعملتيه مربى هيقعد معاكي طول الشهر مش اسبوع واحد. معانا كمان بقى هنا كيلو دقيق كده زي ما قلت لكم في حاجه الخزين. كيلو دقيق ده هناخده، هو 8 كوبايات، هناخد منه كوبايه هنشيلها على جنب لو عملنا مثلا عجه، عملنا سمك، عملنا حاجه من دي. وهناخد بقيه الكيلو هنعمل منه برضو معجنات ينفعنا في الفطار وفي العشاء. فانت الكيلو ده 8 كوبايات، هتاخدي 7 كوبايات تعمليهم اي معجنات بقى. تعملي مثلا كيك مره، هتعملي مثلا قراقيش، هتعملي قرص طريه، اي اللي هي خليه النحل، اي معجنات عندك هتعمليها منها تخليها للفطار ومعاكي وفي العشاء. معانا بيض برضو وكده، ممكن تعملي برضو صينيه كيكه تخليها للفطار وفي العشاء. ممكن تعملي بسكوت اللي هو بسكوت بتاع العيد ده، بيبقى حلو جدا في للمدارس. ممكن تحط لهم منه في اللانش بوكس، وممكن تحط لهم منه كمان في يفطروا مع كوبايه لبن كده او كوبايه شاي بلبن قبل ما ينزلوا. هنا معانا ندخل بقى على اللحوم. هنا معانا ده ربعين مفروم، يعني نص كيلو مفروم ب205 210 من امان. ماشي، يبقى المفروم هيعمل معانا 210. معانا برضو هتجيبي نص كيلو بانيه. برضو هتقسميهم برضو زي ما انت عايزه تقسميهم على مرتين قسميهم، عايزه ما تعمليهم على مره اعمليهم. بس انا رايي اقسميهم كده، انا جبتهم على طبقين ربعين. الربع عامل 42 جنيه. لا 40 جنيه، هي عشان هي ب160. تمام، فمعاكي كده نص مفروم ومعاكي نص بانيه، كده معاكي هيبقى معاكي الاسبوع في الاسبوع. برضو معانا نص صدوق او ربع صدوق، ده ربع صدوق. يبقى معانا نص مفروم ونص بانيه وربع صدوق. ربع صدوق ده هنعمل منه صينيه بطاطس. تمام، معاكي ايه الطماطم، مش لازم نكتر فيها الطماطم، طماطمتين كده هيتقطعوا مع بصلايه مع كام بطاطسايه كده، هتعملي صينيه بطاطس بالصدوق وشويه رز بالشعريه. معانا الرز ومعانا الشعريه. البانيه ده بقى هنعمل منه، ممكن تعملي ستريبس عشان نعمل معاكي كميه كبيره. بلاش نعمله بانيه لانه مش هيكفي معاكي. يا اما تعمليه ستريبس، يا اما هتعمليه تفرميه وتعمليه كفته، يا اما تعملي منه شاورما. ممكن تاخدي ربع تعمليه كده وربع تعمليه كده. تمام، بس كده. ومعانا صدوق، قلنا صينيه بطاطس بالصدوق. والمفروم برضه هناخده، ممكن تعملي ربع كفته رز هتضاعفي معاكي الكميه، ممكن ربع تاني تعملي كفته عاديه، او تعملي كفته داوود باشا مع وتحطي فيها قطع بطاطس وتحطي معاها وتعملي معاها شويه رز بالشعريه. ماشي، ممكن تعملي برضو حواوشي. فانت ايه، انا بقول لك افكار وانت نلاقي بقى ايه الافكار ايه اللي انت اللي ولادك، الحاجات اللي ولادك بيحبوها يعني. تمام، فكده معانا اللحوم بتاعتنا نص بانيه وربع صدق ونص مفروم، هنمشي بيهم نفسنا بالاسبوع. حلو قوي للاسبوع على فكره، مش وحش. ممكن تشيلي البانيه وتجيبي مثلا ربع واحد بانيه وربع مفروم، وتشيلي الصدق وتجيبي مثلا مكانه مثلا فرخه، او تشيلي ربع بانيه وتجيبي مكانه كيلو اجنحه. كيلو اجنحه دلوقتي عامل 40 جنيه. تمام، فانا بقولك افكار برضو تشوفي انت ايه اللي انت بتحبيه كل مره. يعني غيري بقى عشان ولادك ما يزهقوش، كل مره اعملي حاجه وبدلي بين الحاجه التانية. الاسبوع ده جبتي بانيه، الاسبوع الجاي هاتي فرخه، الاسبوع اللي وراه هاتي مفروم، هاتي صدق، وهكذا يعني. ويا رب الميزانيه تكون عجبتكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.